هنعمل سلسلة صغيرة نوصل في التلاتة: نمط المدير الفني، ووجه الوجه، والهجوم التنافسي، بطل فيفا. طبعا انا وصلت في الهجوم التنافسي من غير ما انزل عليا ولا فيديو، فاحنا هننزل على الوجه الوجه. انا مش هقفل الفيديو دون الا لما اوصل محترف 5، يعني هنلعب المطوشة لحد اول ما نوصل محترف في. هنوقف الفيديو اللي بعده مش هوقف الفيديو لحد ما نوصل عالمي، والفيديو اللي بعده اسطوري. الماتش الاول كان ضد جافا سكريبت رحت في فولر وسجلت الاول وش رجل خارجي لحد ما عرفت انه ذكاء اصطباحي وسبت الكمبيوتر. انتهى الماتش الاول بنتيجة 3-0 ليا، ونخش على الماتش التاني. كان ضد واحد برضو اسمه واتساب اميج. اخدت فولر ورقصت بيه وشوت بيه، وعرفت برضو انه ذكاء اصطناعي لان انا مسجل في الدقيقة 9، وسبت برضو الكمبيوتر. انتهى الماتش برضو بنتيجة 2-0، وان يا رب يا رب نيجي بلاير انا عايز العب. الماتش التاني برضو كان ضد واحد اسمه فودي زد ان بي. هنشوفه بقى بلاير ولا ذكاء اصطناعي. طلع ذكاء اصطناعي. سبت الكمبيوتر يلعب، ببص 0-0، قمت جايب جون في الدقيقة 54 علشان نختم الماتش. اسيب الكمبيوتر يلعب، بصوا جاب جون يعني خلاص الماتش هيخلص اهو، جاب جون. بجد مش عارف اقول انا هحاول اجيب جون بقى بسرعه كده في الانجاز. وقلت برضو يعني مش كمبيوتر اللي هيهزقني، خد بفولر سهله وبسيطه اهي. جدعان سجل عليا بس بامانه الجون عالمي، بامانه الجون عالمي. سبت برضو الكمبيوتر يلعب، هجيب بس جون التعادل وخلاص. هجيبه قدامكم كده على طول، هسنتر واجيبه. بص لفولر، يلا يا فولر، يلا يا فولر، امل فيك يا فولر، يلا روح يا ولد روح. شوف يا جدعان والله بلعب مع نفسي، مفيش حد يخش عليا ولا اي حاجه. شوف فولر داخل لوحده، وهحطها بنفس الطريقه اللي فاتت وجون اهو. ان شاء الله لما نوصل محترف نلعب ضد ناس، عشان مثلا الفيديو الجاي ان شاء الله يبقى امتع. تنتهي نتيجة المباراة بنتيجة 3-2، ولسنا ماتشين عشان نوصل محترف. بأمانة اتفائلت، فكرته بلاير كان مكتوب لامين يامال 19 نفس الرقم اللي فات، وحاطط برشلونة، ويعني هجومه ودفاعه احسن من التشكيلات اللي فاتت، فقلت يا رب يكون بلاير يعني. طلع ذكاء اصطناعي وكسبوه 3-1. ماشي، الماتش خلص 3-1. نخش على الماتش الاخير. مش مستاهله كانت ذكاء اصطناعي، ويلا عشان نكمل الفيديو بالظبط 3 دقايق. كسبنا 4-1 وخلاص وصلنا محترف. وان شاء الله الحلقه الجايه مش هقفلها الا لما نوصل عالمي، والحلقه اللي بعدها اسطوري، والحلقه اللي بعدها بطل فيفا، الا لو انتوا كتبتوني في التعليقات نكمل من محترف لبطل فيفا بس فيديو كبير. طبعا تعبت في تصوير الفيديو في مونتاج الفيديو، فيا ريت تقدروني وتضغطوا لايك واشتراك عشان محتوى فيفا تاني. وبس، سلام، اشوفكم في الفيديو الجاي.